اسماء أزلف اللون. السيدات والسادة النظارة الأعزاء، كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. هذه الحلقة ديال اليوم غيكون الموضوع ديالها هو التاريخ، تاريخ المغرب بقضاياه وأسئلته وإشكاليته الكبرى. غادي نتناولها مع واحد من الباحثين المعروفين في التاريخ القديم بالمغرب اللي هو الأستاذ مصطفى وعشي. قبل ما نخوضوا النقاش مع الأستاذ وعشي كنحيلكم على الروبورتاج. ظلت الأمازيغية على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، رغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة، بل بقات الأمازيغية متواجدة بتفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. عندما نتحدث عن التاريخ القديم المغربي وبالخصوص في كل ما يتعلق بتواجد الأمازيغي، نجد أن هناك إغفال لتواجد الأمازيغي، وكأن المغرب هو مجرد بقعة تداولتها كثير من الحضارات ولا نتحدث عن الساكنة المحلية. هل فعلا تاريخ المغرب القديم يبدأ مع التواجد الفينيقي؟ وهل يبدأ كذلك مع التواجد البونيقي والتواجد الروماني؟ هذه الحضارات التي غزت المغرب وجدت ساكنة في المغرب وتفاعلت معها وتبادلت معها مواد متعددة، إذن كانت هناك ساكنة. لماذا تم إغفالها وتغييبها من التاريخ المغربي؟ هل المسألة مسألة سياسية أم مسألة ناتجة عن الأجنبي؟ تعتبر تاريخ المغرب وحضارته ضاربة في القدم. خلال فترات ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا تعاقبت عدة حضارات أمازيغية، منها الحضارة الأشولية، المستيرية، العسيرية، الموريتانية الطنجية، وأخيرا الحضارات الإسلامية بالمغرب. ينبغي أن نعيد كتابة التاريخ المغربي بطبيعة الحال للتعرف على طبيعة الحضارة وطبيعة الثقافة التي كانت موجودة في عصور قديمة جدا، إلا أنه ينبغي أن نعيد كتابة هذا التاريخ بطبيعة الحال طبقا للقواعد العلمية، واعتمادا بطبيعة الحال على الوثائق الأركيولوجية والوثائق التاريخية الصحيحة. تيبقى التفكير في إعادة النظر في تاريخ المغرب وإيجاد قراءة جديدة اللي عليها غيمكن يتنور كل صفحاته على ضوء الإنصاف والترسيم، واللي دعا عليه الدستور الجديد بكل قوة. الأستاذ مصطفى وعشي، كيتقال عادة بأنه التاريخ ديال الأمم والشعوب عليه كيتبنى الوعي بالذات الحضارية، وبالتالي هذا الوعي هذا هو اللي كيكون الأساس ديال الإبداع والأساس ديال الإنتاج ديال واحد الأمة أو واحد الشعب من الشعوب. فكيتقال أيضا بأن المغاربة عندهم ضعف في المعرفة بالتاريخ ديالهم، أو أنهم كيعرفوا الأجنبي أكثر. إلى ماذا يرجع ذلك؟ بالفعل التاريخ هو عبارة عن حوار بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأن علم التاريخ يرتبط بالإنسان ويجري وراءه عبر مختلف العصور. ومن المفروض أن التاريخ اللي هو كيمثل الذاكرة الجماعية للمجتمع، المفروض أن جميع المغاربة يكون عندهم علم بهذه الذاكرة هذه. لكن مع الأسف، مع كامل الأسف، أن هذا التاريخ لا يعرفه إلا القلة القليلة، أي النخبة، خاصة الآن النخبة الموجودة لا أقول في الجامعات فقط، ولكن النخبة الباحثين ورجال الآثار فقط. ومع الأسف هذه المعلومات الجديدة لا تصل
الى المواطن ولا الى الناس. فربما من الاسباب، اعتقد انها من الاسباب اولا هناك توجه معين في التدريس يعني بالنسبه للكتب الدراسيه، يعني تتحدث خاصه كتب التاريخ تتحدث عن كل شيء الا عن المغرب، او عندما تشير للمغرب تشير بطريقه توحي للمتلقي كأن هذا البلد لم يعطي شيئا. وكاين كذلك حتى هذا النقص ربما راجع إلى نظرة كان في الواقع فكرة طرحها المستعمر، سواء المستعمر الفرنسي أو المستعمر الإسباني، على أن الأمازيغ أو سكان المغرب أو المغاربة لم يعطوا أي شيء خلال مختلف المراحل، وأن الآثار البارزة إما رومانية وإما برتغالية. ولهذا عندما نتنقل في أي منطقة من المناطق وتوجد قلعة أو آثار إما برتقيزية وإما أرومي، هذا هو المشكل. فإذا طرحت هذه الفكرة وظلت موجودة لي إلى يومنا هذا، لدرجة أن مثلا لأن كما تعرف أستاذ أنا كان عملت تحريات أثرية، لما تسأل شخص مثلا في داخل مثلا في مرموشة، في مزار مرموشة ما إلا غير كيقول لك هذه راها كاين واحد الاثار برتقيزيه برتغاليه. يعني دائما الانسان داخل في دينه اما الرومان واما البرتقيز، بمعنى دائما الاجنبي هو اللي تماما. وهذا الموضوع كذلك، هذا المشكل، هذه الاشكاليه فرضت خلال التنقيبات الاثريه التي اجريت خلال فتره الحمايه الفرنسيه والاسبانيه، لدرجه انه لما يجدون اي اثار خاصه في الفخار ماذا يقولون؟ هذا فخار بوني فينيقي، رغم ان هذا الفخار لا وجود له لا في قرطاجه ولا في فينيقيا، ومع ذلك نسبونه الى وكذلك يعني نعطيكم مثال ديال واحد يعني محاوله، لا اقول استنزاف ولا محاوله ازاله اي شيء لهذا لتاريخ المغرب. لما اكتشفت بقايا واحد الشخص، بقايا ماشي بقايا، في الواقع موقع كبير ديال تافوغالت فين موجود حدا بركان هو تزقزل سميتو مغارة الحمام تافوغالت، وكان نقب فيه القس روش، ووجد في الواقع ماشي ولات القسميه على كل الفرنسيين اطلقوا التسميه، وجدوا فيه بقايا بشريه 200. لا انا جاي داك شنو نشرح لك. وجدوا فيه اكثر من 200 هيكل. كيف الواقع وجدت هذه الحضاره اللي هي حضاره يعني موريه، اي حضاره شمال افريقيا، وجدت في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. نعم. وسموها ما سموه الانسان الايبيرو موروزي، اي الحضاره الايبيرو، بمعنى ان الاصل في ايبيريا ومن بعد انتقل الى موروزيا الى موريتانيا. لكن خلال السنوات الستينات والسبعينات تاكدنا انه لا وجود لهذا الانسان ولا لهذه الحضاره في ايبيريا، مع ذلك في التسميه ظلت موجوده، حقا ان نسميه الان بالايبيرو مغربيه. دونك التسميات حتى ديال المواقع، التسميات ديال المواقع والمحاضرات كيسميوها اسميات اجنبيه، رجع الى الاجانب. لذلك قلت لك ملي كنقول لك رومانيا وبرتقيزيا هو ردوا ايبيري. بينما الان كتاكد اشياء اخرى يا استاذ، خاصه خلال التنقيبات الاخيره من الثمانينيات الى الان تاكدت اشياء كثيره جدا تشير الى ان هذا البلد اعطى ليس فقط للمغرب ولكن للحضاره الانسانيه، سواء في البقايا البشريه او حضارات ما قبل التاريخ او حضارات ديال العصر الحديث او حضارات عصر ما قبيل التاريخ او في الكتابه بالطبع دخول العصور التاريخيه. نعم. لدرجه ان اخيرا كانت واحد المحاضره القاها واحد من المتخصصين في علم الانثروبولوجي، في علم الباليونتولوجي، اللي هو إيف كوبانس، من اكبر المتخصصين، هذا مشهور على الصعيد العالمي، هو اللي اكتشف ليسي. فديك ليسي كتعرفي ليسي هي كانت واحد الوقت في 1972 كانت تسمى جده البشر، تعود الى 3 مليون سنه، هو من الناس المكتشفين ديالها في شرق افريقيا. كان دار محاضره اخير في اكاديميه المملكه. ماذا قال؟ قال بالحرف، اتذكر كلمه بالطبع الفرنسيه ولكن ساترجم، ان واحد البقايا البشريه تلقات في جبل ايغود. فين كاين جبل ايغود؟ حدا اسفي. ان هذا جبل ايغود اللي هو ينتمي للانسان العاقل العتيق والذي يعود الى 170 الف سنه قبل الميلاد، هو جد الانسان العاقل في اوروبا وفي الشرق. هو اللي قال، بمعنى ان الانسان اللي غيتولد من بعد اللي هو هومو سابينز اللي هو الانسان الحالي، اذا جده هو مغربي.
ولكن هذا ما كاينش في المقررات الدراسيه لا ما كاينش، لا حتى لا علميا الان عاد غيتكتب هذا الشيء كله، لانه من الباحثين الكبار اللي كيهتموا بالبقايا البشريه في العالم كله بما فيهم المغرب. وكان جاء اخيرا كان عطى كان دفع كان دار دراسه على جوج بقايا، جوج الجماجم كانت تلقات في الدار البيضاء، دار لهم دراسه وجا قدمهم الملك محمد السادس خلال يوليوس. واش ما كايناش علاقه ايضا بين هذا المشكل وبين الايديولوجيا السياسيه اللي تبنتها الدوله المغربيه من بعد الاستقلال، شيء طبيعي بعد ما دوز المرحله الكولونياليه؟ لا شيء طبيعي، استمر يعني في التوجه واكثر من هذا، حتى في التدريس حتى في الكتب الدراسيه كان توجه معين الى المشرق، كل شيء في المشرق وبعد ذلك عاد المغرب. بمعنى لدرجه غنجيو بعد نتكلم، لدرجه انه حتى السكان الامازيغ والسكان الاصليين اتوا من الشرق حسب النصوص، يعني نوع من المركزيه ديال المشرق تماما، اولا العروبيه وثم كذلك مركزيه الشرق. مساله الاصول هذه ديال السكان، يعني من بين النظريات اللي تروجت حتى داخل المدرسه المغربيه، وحنا لما كنا في المدرسه يعني قريناها، وهي نظريه الاصل اليماني او الشامي او الشامي فلسطين على الخصوص كنعاني. يعني هذا ارجاع الانسان المغربي الى الاصل المشرقي الى اي مدى هي نظريه علميه؟ اولا علميا غير صحيح، كما قلت لكم، كما قلت سابقا ان ايف كوبانس قال ان جد الانسان العاقل في العالم مغربي. اذا شكون فين الاصل؟ هذه من الناحيه العلميه فين الاصل؟ اذا حتى هما اصلهم من شمال افريقيا. فاللي وقع انه مع الاسف قبل الاكتشافات الاثريه كانت مجموعه من النصوص كتبت اعتقد في اواخر القرن الثالث وبدايه القرن الرابع الهجري. الوثائق الادبيه، لا النصوص التاريخيه اللي تكتبات، وكان عارف انها تكتبت لاسباب معينه انت كتعرفها استاذ وحنا كنعرفوها، يعني توجه معين، نظرا كتبت في ظروف معينه، ونظرا لمقاومه الامازيغيه للفتح العربي، ماشي الفتح الاسلامي، للفتح العربي. لان على كل الفتح الاسلامي شيء اخر، بالنسبه للاسلام دين كدين شيء اخر، ولكن الفتح العربي واعتقد يعني تقصد المرحله الامويه تماما. المرحله الامويه كانت مرحله عنصريه بكل معنى الكلمه، كان فيها تفضيل ديال العنصر العربي على الاقوام الاخرى، وهذا ما ادى الى ان حتى سميتو اولا ظهور عندنا احنا دول هنا، وثم كذلك ظهور او قيام الفرس بجانب العلويين او بجانب العباسيين، ما ادى الى سقوط الدوله الامويه نظرا لعنصريتها ولعصبيتها للعرب فقط. هذا معروف. فإن أغلبيتها كانت يعني بدأت تكتب في المرحلة هذه على أساس محاولة ربط الأمازيغ بالمشرق واعتبارهم أبناء عمومة. كاين هذه الفكرة هذه ومازالت مطروحة، ما زالت مطروحة الآن. كاين اللي كيقول المغاربة كيقول لك أنا راه أصلي من تهامة، أنا أصلي من تهامة، كنقول له التهامة وسيلة التهامة. لكن التنقيبات الأثرية والبقايا البشرية المستخرجة في شمال إفريقيا ككل أثبتت عكس ذلك تماما. لأن أقدم البقايا البشرية طبعا في المغرب على الخصوص ما بين مليون إلى يومنا هذا، لكن في الجزائر في عين حنش كاين الوسط اللي عاش فيه الإنسان وجدت أدواته ولكن لم يعثر لحد الآن على بقايا، ولكن تعود إلى 1.8 ألف سنة، بمعنى كان أن البشر موجود خلال 1.8 ألف سنة، مما يعني أن شمال إفريقيا كانت مأهولة منذ أكثر من 2 سنة. هل ينفي هذا وجود هجرات؟ لا هذا لا ينفي، لأن الهجرات كانت موجودة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، يعني في كل الاتجاهات. والذي يؤكد هذه الهجرات أنه خلال الألف الرابع قبل الميلاد، في أعتقد من النصوص الأولى للهيروغليفية 3300 هناك حديث عن محاولة هجوم للأمازيغ على دلتا نهر النيل 3300، بمعنى كاين هجرات من الغرب إلى الشرق أكثر من الشرق إلى الغرب. وتقريبا ملي كتراجع التاريخ ديال الفراعنه ما كاينش شي فرعون اللي ما حاربش الامازيغ، كان كيسميو تموحو تيحنو ليبو الى اخره، ما كاينش اللي ما حاربهمش لغايه الاسره 21 اللي تقريبا ماشي الاسره 22 ديال شيشونق، لكن الاسره 21 كذلك تاكد ان اسره امازيغيه حكمت مصر. اذا في 1100 قبل الميلاد، إذن 1100 قبل الميلاد، ثم 1000 جا شيشونق إلى آخره، هذه كلها أسر أمازيغية حكمت مصر، وسنجد كذلك أسرة 26 أسرة 27 فيما بعد. بمعنى إذن كانت هجرات
من الغرب الى الشرق كما كانت هجرات من الشرق الى الغرب. من ضمن هذه الهجرات بالطبع ممكن نتحدث عن الفينيقيين الذين نزلوا بالشواطئ المغربيه او شواطئ مغربيه ثم قرطاج الى اخره. ولكن يبدو ان الفينيقيين كانوا تجار بالدرجه الاولى، وكانوا المغاربه وسطاء لماذا؟ لجلب المعادن من المناطق ديال الصحراء. إذا هذا معناه أنه في مسألة الأصول هذه ما يمكنش لنا نقولوا أن سكان المغرب هم من أصل معين واحد. من المؤكد أن الهجرات غتصنع يعني أصول متعددة. أستاذ حتى بالنسبة للأندلس داروا الأديان اتضح أن أكثر من 90% أصلهم أمازيغي. الأديان ديال سكان شمال أفريقيا. ديال سكان ديال الأندلسيين. طبعا يعني أن الأديان ديال سكان الأندلس هي أديان ديال سكان شمال أفريقيا. ربما هذا يفسر واحد القضية، ربما الناس كيتكلموا على طريق بن زياد لا يفهمون أن الهجرات كذلك من المغرب إلى الأندلس كانت قبل مجيء طريق بن زياد، وهناك نصوص رومانية، نصوص لاتينية تتحدث عن هذه الهجومات على البيتيك في 177 ميلادية تؤكد الهجومات، بمعنى إذا كان هناك أمازيغ قبل عبور لسكان باستمرار. وكاين أستاذ بوزوغار اللي هو أستاذ ما قبل التاريخ أشار إلى وجود حضارات مغربية في إسبانيا، يعني أدوات حجرية مغربية مغربية أصيلة موجودة في إسبانيا، بمعنى كاين انتقال دائم من الجنوب إلى الشمال. نعم. فهذا غادي يعطينا أيضا إمكانية ديال ننظروا في مسألة ديال الحضارة ديال شمال إفريقيا. يعني بأي معنى هي حضارة أمازيغية؟ طبعا النظر كاين العنصر الثقافي بالدرجة الأولى، كان هو خاصة كان هضرا على ما لا أقول ما قبل التاريخ قبل دخول الإسلام، هي حضارة أمازيغية صرفة رغم وجود الاحتلالات. وما يمكنش تكلموا على الاحتلال مثلا الفينيقيين انه احتلال، كان الفينيقيين اعتقد الفينيقيين والبونيين كان هناك تبادل تجاري، بحيث اللكسوس كانت موجوده قبل مجيء الفينيقيين، شله الحاليه كانت موجوده قبل مجيء الفينيقيين، إن كانوا يتعاملون مع السكان، بما يعني ان اذا كاين كذلك حتى الاحتلال الروماني. الاحتلال الروماني كتعرفوا في المغرب كان مثلث فقط، يعني من طنجه الى وليلي الى شله الحاليه، اما باقي المناطق كانت مستقله. بل وهناك اماره كتعرفوا كاين واحد الكتاب كان خرج، اماره كانت تتفاوض مع الرومان، وعقدت معها اكثر من 15 معاهده سلام خلال التواجد الروماني بالمغرب، بمعنى كانت موجوده اماره معينه، كانت موجوده دوله معينه توقع اتفاقيات. نعم. كان احيانا يسمى الملك واحيانا اخو الملك الى اخره. اذا كاين ماشي اذا رغم وجود الاحتلال الروماني مع ذلك كان هنالك نظام معين موجود في المغرب. هذه المعطيات حول هذا النظام الامازيغي المغربي اللي مجهول عند الاغلبيه، فين كاينه المصادر ديالو بالدرجه الاولى؟ لا، هي كاين المصادر اما وثائق اثريه بالدرجه الاولى، اما الوثائق الشفويه، وكاين بعض النصوص الشفويه، ولكن بعض النصوص الكلاسيكيه على الخصوص. كنهضر بالنسبه للقديم وبالنسبه لما قبل التاريخ. بالنسبه لما قبل التاريخ الوثائق الاثريه موجوده، وكتاكد الان هذا الاسهام الحضاري ديال الامازيغ في تاريخ الانسانيه. واش ماشي كاين هناك تقصير من جانبنا ايضا في الترجمه بالنسبه لما هو متضمن في النصوص اللاتينيه واليونانيه، ربما بسبب عدم المعرفه بهذه اللغات القديمه؟ لا هي مترجمة في الواقع، مترجمة، ولكن ما لا يستعملها مؤرخون مع الأسف، لأنهم مؤرخون الذين يكتبون تاريخ المغرب الذين يكتبون الكتاب الدراسي بالدرجة الأولى لا علاقة لهم بالتاريخ، مع كامل الأسف. إذ هم مجموعة من الناس، كتعرفوا أن كاين صفقات لكتابة الكتاب الدراسي الآن، كاين مجموعة من الناس، مجموعة المؤلفين ومؤلفين في الغالب كيشكلوا لجان مع دور ديال الطبع، وهذا هو المشكل. بحيث هذو لا علاقة لهم لا بالجامعة ولا بالأبحاث الجامعية ولا بالأبحاث الأثرية. لا هما غادي يكونوا مدرسين الفلسفة ديال لا، هما في الغالب غيكونوا مدرسين ديال التاريخ ومفتشين ديال التاريخ. إذا عندهم علاقة بالمادة. واخا عندهم علاقة بالمادة. هو المشكل ديالهم. عندهم علاقة بالمادة، بقاو المادة اللي كيعرفوا ملي قراو أو نقراوها فقط، إلا لم يتغير شيء من هذه المادات. أنا خداو المادة انطلاقا من واحد التصور إيديولوجي اللي تماما اللي هو كان كيحكم المدرسة المغربية من 56 إلى يومنا هذا مع كامل الأسف. ما طورش بالبحث. رغم أنت كتعرف هذا الشيء يا أستاذ،
رغم ان الدول اللي كانت دارت في اكادير حول تدريس تاريخ المغرب وحضارته، واللي خرجت مجموعه ديال التوصيات حول التعامل او اعاده النظر. الدول اللي نظمها المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وكانت ندوه ناجحه بحيث شارك فيها جميع الاساتذه ديال التاريخ والاجتماع، عدد كبير يعني من الثانوي ومن الاعدادي ومن العالي، كلهم طرحوا المشاكل اللي موجوده، ومن هذه المشاكل اللي هضرنا عليها الان. وكان المفروض يعني من التوصيات ان هاد الناس اللي كيالفوا يكون عندهم 2 أو 3 من الناس المتخصصين في التاريخ على حسب الفتره الزمنيه. في القديم يكون عندهم القديم من الكليه ومن معهد الاثار، ونفس الشيء بالنسبه للوسيط الى اخره هكذا. لكن مع الاسف هذه التوصيات لم تخرج الى الوجود، وما زال الحال على ما هو عليه. واكثر من هذا، كل سنه نجد انه الان كيهتموا باشياء اخرى اكثر من كتلقى المغرب بينما درس التاريخ واش مفروض عليها، واش مفروض يكون فيها استاذ؟ مفروض عليه يكون ينطلق من المحلي تماما الى الاقليمي الى الجهوي ثم الى الوطني ثم العالم. ثم العالم. احنا وقع لنا العكس في دروسنا ديال التاريخ، ينطلقون دائما من العام من الاخر من العام ثم الجهوي، جايب مجموعه ديال الدول، واحيانا يشيرون الى المغرب كذا كذا. هذا هو المشكل. اذا خص المفهوم ديال تدريس التاريخ يتغير بصوره عامه. يعني كتقصدوا انه خصنا ننطلقوا من التاريخ الاجتماعي المحلي، التاريخ الاجتماعي الاقتصادي تماما، التاريخ الوطني تماما. والا ما كانش هادشي ما يمكنش الانسان اي مغربي لان المشكل ديال التاريخ لما كندرسوا بهذه الطريقه هذه شنو كنشعروا التلميذ، كنشعروا المتلقي بان بلاده لم تعطي شيئا، ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش حضاره. هذا هو المشكل، وكيشعر بالنقص، كيشعر بالنقص عليه واحد المركب ديال النقص. وبينما كنفخوا في نابليون ونفخوا في غيره، ومع الاسف بلاده ما كنتكلموش. بينما عندنا تاريخنا من ما قبل التاريخ يومنا هذا غني جدا في اشياء كثيره تجعلنا ماشي نفتخر، جعلنا نكون يعني في مستوى اخر نهائيا مع الاسف. اذا هذا معناه ان من الضروري المختصون في التاريخ اللي هما كيمارسوا التاليف المدرسي انهم يغنيوا المعطيات ديالهم ويواكبوا الاكتشافات الجديده ويطوروا المعارف ديالهم. مفروض، لكن هذا ما كيتمش مع الاسف. ما عندهمش علاقه بالجامعه، ما عندهمش علاقه بالمؤرخين، ما عندهمش علاقه برجال الاثار، ما عندهمش علاقه بالاكتشافات الجديده اطلاقا. لانك وحتى لا حتى الدروس المقرره خص يتعاد فيها النظر، كما قلت يتعاد فيها النظر، لان ضروري كما قلت نبداو من المحلي وننطلقوا. عاد ننطلقوا هذا كيجعلنا ايضا نطرحوا المشكل السياسي ديال التاريخ. واش ماشي لان هاد الناس الا استمروا على نفس النهج فمعناها ايضا ان الدوله المغربيه مازال محتفظه بروايه معينه للتاريخ في توظيف سياسي معين؟ الا غنحتفظوا بروايه، اذا لاش كندرسوه في الجامعات؟ لاش كنكتشفوا؟ نخليو ديك الروايه ونمشيو، والا ما معنى نضيعوا اولا. كنقصد الا كانت هذه الروايه التاريخيه كترتبط بها الشرعيه معينه كشرعيه سياسيه. لا اعتقد، انا بالنسبه لي كنظن لا، لان كاين واحد القضيه عندنا بالنسبه للنظام السياسي المغربي، نظام ملكي، هذا مؤكد منذ بدايه نظام ملكي في المغرب، يعني في العصور القديمه. ونظام ملكي يعني احنا نظام عنده شرعيه تاريخيه قبل ما يكون ديني. بمعنى اذا من القرن 23 قبل، يعني الان 23 قرن عن النظام الملكي. واكثر من هذا كاين اشارات الى ان هناك ملك في القرن 14 قبل الميلاد، كان الامازيغ كانوا يهاجمون في كذلك دلتا نهر النيل، وكان شكون هو؟ كان ملك اللي كان اسمه امرياو. يعني كاين اشارات لوجود نظام ملكي في هذه المنطقه في شمال افريقيا. هذا معناه ان خصنا نعدلوا او نغيروا مفهومنا للشرعيه، ان الشرعيه خصها تكون شرعيه تاريخيه عندها جذور في التاريخ. اذا النظام الملكي عندنا عنده شرعيه تاريخيه قبل ما يكون شرعيه دينيه. فهمت؟ هذا هو اللي خصنا نفهموا الناس، خصها شي تفهم. إذا كاين مشروعيه تاريخيه لا نكران فيها. وهذه الشرعيه الدينيه ايضا ربما كان فيها تعسف لانها اخذت الجانب المتعلق بالعروبه، انها ربطت العروبه بالاسلام ونسات العمق الامازيغي للمغرب. ممكن هذا شيء طبيعي بما انها ربطت بالعروبه فقط. ولكن اعتقد محمد السادس الان غادي، يعني القصر الان ومحمد السادس الان يعني كي يعني غادي الان كيعدلوا في هذا الشيء الان حتى بالنسبه للدستور الجديد. فلذلك خصنا في السياق جاء تاسيس المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. ومع كامل احترامي انا لا ارى ضروره تاسيس معهد ملكي لدراسه التاريخ المغربي. كان بامكان مجموعه بحث
نساعدوهم يكملوا عملهم. ملي كيرجع في اي اطار؟ في اطار جامعي؟ في اطار جامعي، مجموعه ديال البحث، مجموعه ديال البحث جامعات. يعني بما ان مع الاسف البحث العلمي حنا لا ما موجودش عندنا. حتى اللي كيعمل بحث علمي مثلا رجال الاثار الى اخره كيدبروا على الفلوس ديالهم باش كيدبروا على امكانيات باش يمكن لهم يحفروا. بينما المعهد الملكي اذا حتى التسميه في حد ذاتها هذا هو المشكل. المعهد الملكي لتاريخ اللي درس تاريخ المغرب، انا بالنسبه لي موقفي زعما يعني كان ممكن دعم البحث العلمي في الجامعات، في الجامعات ومجموعات البحث الى اخره، ويعطي الاشعاع اكثر وتكون موضوعيه اكثر في كتابه التاريخ. تمام. واش ما كتشوفوش ان الاصرار على يعني تاسيس معهد ملكي للبحث في تاريخ المغرب معناه ان ما زال هناك احتكار من السلطه لحق التاريخ؟ ان هناك مؤرخ المملكه وهناك المعهد الملكي، شيء طبيعي. نعم. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا مع الاستاذ مصطفى وعشي، احيلكم النظاره الاعزاء على الروبورتاج الثاني. باش تكون هناك قراءة جديدة لتاريخ المغرب تيقتضي الأمر مراجعة وإعادة النظر فيما كتب من فرضيات وأطروحات، وتستوجب تصور جديد تيقطع قدر الإمكان مع التقاليد السائدة المتوارثة واللي كرستها ورسختها الدراسات الأوروبية الحديثة. تاريخ المغرب هو يعني له من العراقة ما يكفي لأخذ بعين الاعتبار يعني تاريخ المغرب القديم في يعني الممارسة التاريخية، سواء في الشق الأكاديمي وسواء في الشق المدرسي. طبعا نظرة عامة عن التاريخ الذي يدرس اليوم لأبناء المغاربة في المدرسة العمومية المغربية تقر بأن هناك ثغرة فيما يتعلق بحضور تاريخ المغرب القديم، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون درس واحد ووحيد في مثلا في التعليم الثانوي الإعدادي كافيا لإعطاء معالم ومؤشرات الهوية الثقافية المغربية بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للناشئة المغربية بشكل عام. تعتقد عدد كبير من الباحثين في تاريخ المغرب القديم على كون أنه ما كتب يدخل كليا في باب الفرضيات، وهنا يمكن القول أن الباحث المغربي تلقى نفسه مطوق بأطروحات أوروبية حديثة. Cette civilisation, cette présence amazigh en Afrique, on essaye de localiser ou bien de rechercher la source, l'origine de cette population, et on est en train de faire une sorte de carte génétique à l'échelle déjà à l'échelle marocaine, et cette carte génétique en essayant de rassembler un échantillonnage d'ADN sur toutes les régions du Maroc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comparer la population actuelle ainsi et comparer avec l'ADN des fossiles, des hommes fossiles qui ont vécu entre 20 000 et 10 000 ans sur le territoire marocain. تقتضي الأمر إذن استدعاء إعادة النظر في التراكمات من كتابات حديثة أوروبية أساسا، وإعادة قراءتهم ما تضمنته المصادر القديمة حول تاريخ المغرب وشمال إفريقيا باش ناخذ بعين الاعتبار كاع المستويات الخاصة بالبحث العلمي. الأستاذ مصطفى وعشي، بان في الروبورتاج بأن هناك مشكل في التعليم وشرتوا ليه. كيفاش كتشوفوا يعني الأسلوب العلمي لتدريس التاريخ اللي خصو يكون واللي خصو يرد الاعتبار للشخصية المغربية والرموز ديالها الثقافية والحضارية؟ إذا خص إعادة النظر في المقررات كلها، مقررات ديال التاريخ من الألف إلى الياء، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، ودار لجنة خاصة اللي تعيد النظر في هذه المقررات، كي تعيد ترد الاعتبار لجميع رموز ديال المغرب، سواء في ما قبل التاريخ أو القديم أو الوسيط أو الحديث أو المعاصر. وخصنا هادشي ماشي في الواقع، ما خصناش نركزوا غير على الكتاب الدراسي، خصنا نركزوا حتى على الإعلام، حتى تسمية الشوارع، خصنا نعطيو المحلي نعطيو أهمية. أنا كتلقى شارع من الشوارع كبيرة كتعطى اسم اللي ما عنده علاقة بالمغرب أصلا، وكتخلي يعني دروب وأزقة صغيرة جدا العلماء ديالنا والمفكرين ديالنا والمؤرخين ديالنا. مع الاسف هذا إذن خصنا نبداو من الجماعات، اصلا من الجماعات اللي هي خصها تعي شنو هو دور التاريخ في تكوين الشخصيه، في تكوين الهويه.
هذا معناه إذن أن النخب المحلية الباحثين في التاريخ اللي هما في مختلف الجهات خصهم يساهموا في الإطار الجهوي والمحلي في هذه الورشة الكبيرة. ضروري خص كل شيء يتبع من أجل حفظ أولا الذاكرة الجماعية، ومن أجل نشر هذه الذاكرة الجماعية لكي يعرفها الجميع. ولكن خص إعادة تكوين في الواقع. أنا في نظري أنا تكوين من جديد لمدرسي اللي كيدرسوا مواد ديال التاريخ، سواء في الابتدائي هو الابتدائي المعلم هو اللي كيدرس، خص إذا في الابتدائي أو في الثانوي أو في الإعدادي خص ضروري إعادة النظر في هذا الشيء كله. وإعادة شنو هي المعايير اللي بناء عليها خاص يتعاد هذه إعادة النظر؟ واش ماشي يمكن يوقع خطأ ديال أننا نعوضوا إيديولوجيا لا علمية بإيديولوجيا أخرى؟ لا أنا بالنسبة لي، بالنسبة للمؤرخين، بالنسبة لرجال الآثار، كاين الموضوعية والنزاهة العلمية المفروض انطلاقه هي الأولى، المعيار الأول هو هذا. خاصة الآثار يعني الأمور واضحة. كتلقى شقفة أو كسرة فخارية كتعطيك فترة زمنية معينة، كتلقى بقايا عظمية سهل باش تدرسها وتعطيها التاريخ. العملة أيضا، العملة بالنسبة للقديم العملة كتعطيك راه فترة زمنية معينة. فإذا الآثار البنايات ولا شي حاجة المقابر كتعطيك، كتلقى فيها أشياء اللي كتعد لك التاريخ. فإذا ما كنظنش إلا كان بالنسبة للوثائق المكتوبة أيضا كيبقى. والوثائق المكتوبة خصها ماشي قراءة، خصها قراءة وإعادة قراءة. لأن حنا حتى إلا كنبغيو نهضروا على التاريخ ما كنقولوش إعادة كتابته، إعادة قراءة جديدة. هذا هو اللي خاص مكتوب أصلا. فإن إعادة قراءة، لأن ربما نظرة الناس اللي كتبوه آنذاك ماشي نفس النظرة ديال الآن. بحال على كل أشياء كثيرة خص إعادة النظر. أن السياق السوسيو ثقافي مختلف نهائيا، كيحكم دائما الذي يكتب التاريخ تماما، كيحكموا شيء طبيعي. راه هو في الواقع ما يمكنش الإنسان اللي كيكتب ينفصل عن الذات ديالو، يستحيل، أو ينفصل عن الوسط ديالو. لابد من تأثير، ولو كان موضوعي يحاول يكون موضوعي يكون نزيه. ولكن إذا كان موضوعي ونزيه طبعا لابد تلقى شي حاجة ديال الذاتية، ولكن ماشي بحال الإنسان اللي راه كيكتب توجه معين، هدف معين من أجل شيء معين، هذا شيء آخر. فلذلك إعادة قراءة النصوص وقراءة تاريخ، إعادة قراءة، ماشي إعادة كتابة. حنا ضد إعادة الكتابة المفهومة اللي كيقولوا الآن. إعادة قراءة لرد الاعتبار الذاكرة الجماعية، لرد الاعتبار لرموز المغرب في القديم والوسيط والحديث والمعاصر والراهن. هذا هو فالوثيقة الدستورية المغربية اللي تعدلت ودخلت فيها الأمازيغية كلغة رسمية ودخلت فيها البعد الأمازيغي للهوية مع الأبعاد الأخرى، هل تساهم هذه الوثيقة الدستورية كإطار قانوني عام وكقانون أسمى للبلاد، هل تساهم في تكريس هذا النهج وفي إنجاح هذا الورش الكبير ديال إعادة القراءة؟ بالطبع أعتقد هذا واضح في الدستور. يعني حتى تنزيل الدستور يتنزل بطريقة، يعني شنو نقول لك، طريقة ديمقراطية وطريقة تقدمية نقولوا. وكذلك حتى بالنسبة حتى بالنسبة للتدريس حتى هو خص يتعاد فيه النظر حتى هو. يعني لأن الآن كل شيء الآن في المغرب كيعترف بأن المدرسة المغربية فاشلة فشلا ذريعا، رغم ما قيل، رغم ما قام به المرحوم الفقيه بن مزيان بالنسبة للتكوين إلى آخره، ولكن مع ذلك لم تأتي بأي نتيجة لحد الآن. وغادا من هناك مشكل بنيوي مستعصي تماما. إن خص يعاد النظر في هذا كل شيء فيها، لأن من 56 حنا غاديين عوجين مدرسة. فلذلك خص إلا بغينا نديروا مدرسة وطنية مغربية حقيقية، خص كما نصبروا على سعيد الجد ونعيدوا النظر في كل ما هو موجود الآن. والأمازيغية والترسيم الأمازيغية هذا على كل هذا كذلك موضوع يحتاج إلى المزيد من الجهد والمزيد من العمل والمزيد من التضحية. إذا كان الإطار القانوني كيسمح بالبحث، فاللي خص الآن هو إعادة هيكلة وإعادة تحديد المهام ديال كل طرف باش يكون البحث في هذه المجالات كلها المعرفة. شيء طبيعي، لأن الأمازيغية كتعرف أن الأمازيغية من أقدم اللغات في العالم، والكتابة الأمازيغية من أقدم، يعني أقدم نظام صوتي، كيقول أقدم نظام صوتي في العالم القديم. كتابة تيفيناغ من أقدم كتابات موضوع تيفيناغ هذا مازال كيطرح نقاش في المجتمع المغربي، رغم أن هذا الحرف أصبح هو الحرف الرسمي لكتابة الأمازيغية في التعليم منذ 2003.
فالناس اللي كيطرحوه اللي كيطرحوا ما عارفينش الواقع كيطرحوا مواقف مضاده لهذا الحرف وكيحاولوا ينقصوا من القيمه ديالو او كيصوروه كما لو انه لا علاقه له بالمغرب. الى اي مدى هذا صحيح؟ مع الاسف هذا هو الجهل، هذا هو الجهل ديال التاريخ، الجهل ديال الذاكره الاجتماعيه الجماعيه لتاريخ المغرب. لو كانوا عارفين تاريخ المغرب ما يمكنش يقعوا في هذا الخطا اطلاقا. لان تيفيناغ او ما يسمى بالكتابه الامازيغيه الان، او تيفيناغ او ما كانت تسمى من قبل الكتابه الليبيه البربريه والكتابه الليبيه الامازيغيه، فهي كتابه قديمه وعريقه جدا، وقد اجريت دراسات على قدمها تأكدنا أنها تعود إلى ما بين 1500 و 1800 قبل الميلاد، يعني أقدم من كتابة الفينيقيين اللي كانت معروفة، الفينيقية اللي هي ظهرت في القرن الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد، بمعنى تيفيناغ أقدم. وحتى كلمة تيفيناغ هناك من يقول أنها جاءت من تيفيناغ نسبة إلى فينيقيا، هناك من ينسبها لا، ولكن لا علاقة، لأن ما كانش الفينيقيين يسمون بهذه التسمية خلال هذه المرحلة. التسميه جات من بعد، كانوا يسمونها يعني هذا نوع من التخمين، لان هذه التسميه كانوا يسمونها بالسوري نسبه الى صور لتيريان، فهمتي؟ او اللي كنعانيها هادشي اللي ما كانش في فينيقيا، كانوا المصريين كيسموه فينخو، اما الباقي ما كانش في فينيقيا. بينما تيفيناق او تيفيناغ طبعا كاين تفسير بسيط اللي كتعرفوا تيفي نغ اي اكتشافنا او اختراعنا، ولكن في الواقع كاين الفعل اللي هو افنيق اللي هو فعل معروف امازيغي كيعني كتب على الرمال، على الرمل، بمعنى هذا افنيق اذا موجود هذا في عند التوارق على الخصوص. فاذا هذيك اذا الكتابه، ومعروف ان التوارق هو اللي حافظوا عليها، والتوارق وخاصه النساء. دونك هذا الاسم تيفيناغ غالب طوارقي امازيغي، المهم امازيغي من الصحراء. فاذا قديم جدا ولا علاقه له لا بالفينيقيه ولا غيرها. وغريب في الامر أن الحروف التي تكون منها تيفيناغ الآن بتوع 33 كانت من قبل، كاين اللي كان عندها 18، كاين اللي فيها 26، كاين اللي فيها 33 على حسب. كاين الكتابة الأمازيغية الشرقية، كاين الكتابة الغربية، وكاين الكتابة الصحراوية، كل وحدة كان عندها عدد معين من الرموز، فهمتي؟ كتكتب. الآن طبعا 33 نظرا لأنها القاعدات وكل شيء في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ف قلت لك ان الكتابه هذه موجوده، يعني موجود منها، بمعنى عندها شرعيه تاريخيه لا نقاش فيها. غير اللي ما عرفش التاريخ اللي كينكر سميتو، ولا اللي عنده توجه ايديولوجي معين، هذا هو. حتى اللي يتكلموا على سميتو عرفناهم شكون هما، عندهم توجه مشرقي، توجه عروبي، هذا شيء اخر. بمعنى هناك نوع من الممانعه ضد انه تبان، رغم ان كانوا يحشموه. ياك الملك محمد السادس اعطى الموافقه ديالو وانتهينا منها صافي، ما بقاش. كانت هناك ايضا الاحزاب السياسيه التي يعني كان اتصل بها واخبرها. فاذا علاش غنبداو نتناقشوا هكذا كل مره يبدا يجبدوا موضوع ديال تيفيناغ؟ هناك نوع من الممانعه ضد تيفيناغ، ربما لان الايديولوجيا اللي كيتبناوها هاد الناس التيارات المغربيه يعني ما كتبغي شيء الرموز اللي عندها علاقه بالتاريخ ما قبل الاسلامي. ايوا انت فهمتي، بمعنى حيت هذا واضح حتى في الكتب المدرسيه، ما قبل الاسلام لا وجود له. كيبداو لك اما نشر الاسلام، اما سميتو الفاتح الاول سميتو عقبه بن نافع، ثم كينقزوا لك الدريس الاول، اماره الادارسه، وكينساو كاع اللي موجود في المغرب كاع نهائيا انذاك. كينساو البرواتين قبل، كينساو اماره نكور قبل، كينساو اماره بني مدرار في سجل الماسا، يعني قبل الادارسه. وكاين اماره ما كيشيروا لهاش، رغم انها ربما الاماره ديال كسيله كان في قيروان. يعني النصوص كلها لا تتحدث بعد مقتل عقبه بن نافع، لا تتحدث على ان كسيله ارتد على الاسلام، بالعكس عامل المسلمين معامله حسنه، وظلت المساجد مملوءه، وظل الاذان بما يعني 5 سنوات. اذا 5 سنوات اذا كانت اماره اسلاميه، يمكن نعتبروا اقدم اماره اسلاميه في المغرب. هذا معناه اذا ان الفكره ديال ان الادارسه هم مؤسسو الدوله المغربيه فكره ايديولوجيه وليست علميه. شيء طبيعي. وان الاحتفال الاخير ب 12 قرن في الواقع انا ما فهمتش. حنا كنهضروا على القرن التاسع قبل الميلاد فيه مالك، وكنهضروا على القرن الرابع قبل الميلاد فيه مالك، وقال القرن الرابع عشر قبل مالك فيه مالك للامازيغ، وكتجي تقول لي الدوله بدات في 12 قرن. ماشي معقول. دونك 12 قرن كان ممكن تكون احتفاليه فاس، لان في لا تاسيس مدينه فاس ممكن لكن بالنسبه للدوله المغربيه، بالنسبه للمملكه راه يمكن نرجعوا حتى 34 قرن على حسب النصوص.
فلذلك فيما يتعلق بالمواقع الأثرية سي هشي، انتم معروفين بالمجهودات الكبيرة اللي بذلتوها في البحث في عدد من المواقع الأثرية وعدد من الاكتشافات، فهل هناك سياسة عقلانية في المغرب لتدبير المواقع الأثرية وتشجيع الاكتشافات الأثرية؟ اعتقد موجود، لان مديريه التراث كتقوم بهذا الدور هذا ديال في اطار وزاره الثقافه. مديريه التراث هي اللي مكلفه بهذا الجانب هذا بالطبع، هي اللي كتعطي الرخص كل شيء. ولذلك الان ليس بامكان اي واحد ان يقوم ويبحث، لا بد من رخصه ولا بد من برنامج يعني. الاختصاص، لا بد من برنامج محدد في اطار معين ثم ابراز النتائج بالتدريج الى اخره. كاين مجموعه كاين بعثات مغربيه صرفه، كاين بعثات مغربيه المانيه، كاين بعثات مغربيه اسبانيا، كاين بعثات مغربيه فرنسيه، كاين بعثات على كل تقريبا جميع يعني موجود بعثات متعدده في جميع المناطق، سواء في الدار البيضاء او في المغرب الشرقي او في المغرب الغربي او في الجنوب قلميم، او يعني كاين هناك بعثات مشتركه. واش ما كاينش هناك تضييق ما على البحث الاثري في المغرب؟ هل هو هناك تشجيع رسمي له ام ان هناك لا اعتقد كاين تضييق خطوط حمراء له؟ هو غير البحث الاثري كيخصو امكانيات، كيخصو مؤسسات دي فونداسيون اللي تمول، هذا هو المشكل. الا كانت امكانيات ما كاين ما يمكنلكش، لان عندك اليد العامله كتشتغل، عندك الباحثين كيشتغلوا خصهم ياكلوا ويشربوا، عندك كذلك ماشي ما بعد البحث، عندك مواد خصك دير لها التحليل ودير المختبرات الى اخره، هادشي كلشي مكلف. فلذلك خصو يكون الا ما كانش منظم وما كانش تمويل صحيح، يعني هذا هو تشجيع البحث العلمي. الا ما كانش منظم وما كانش تمويل صحيح راه ما يمكنش اي بعثه تمشى. فلذلك ملي كتكون بعثات مشتركه مغربيه اجنبيه كتلقى الاجانب. ثم كاين كذلك بالاضافه لهذا كاين تكوين، لان ملي كنقبوا في موقع راه كنجيبوا الطلبه ديالنا كيتكونوا كذلك، وحتى الاجانب كتلقى الطلبه يعني الاجانب كيطلبوا المشاركه اكثر من الطلبه ديالنا. ولكن الطلبه ديالنا عندنا طلبه في المعهد الوطني للعلوم الاثار والتراث كلهم يوزعون على المواقع الاثريه في المغرب، كلهم كيتكونوا في هذا المجال هذا. اللي كيتخصص ما قبل التاريخ كيمشي لما قبل التاريخ، اللي كيتخصص في القديم كيمشي للقديم، اللي كيتخصص في الوسيط كيمشي للوسيط، فهمتي؟ اذا كاين اذا بالاضافه للبحث العلمي كاين تكوين في هذا المجال هذا. نعم. واذا كل شيء منظم بالنسبه لمديريه التراث ما عندهاش اشكال في هذا الباب. حتى المعهد الوطني للعلوم والاثار والتراث كيقوم بدور ديالو كذلك في هذا الباب كاداه رقابه. ولكن كنلاحظوا بان واحد العدد ديال المواقع اثريه مهمه فيها ماده اثريه ثمينه لا تقدر بثمن ولكن غير محميه. هذا هو المشكل. فواش الدوله عندها منظور لحمايه المواقع الاثريه ام انها مخليها هكذا؟ هي الدوله واعيه بهذا المشكل ولكن ما عندهاش امكانيات مع الاسف. نقول لك وهذا ما ادى الى يعني لم تخصص الامكانيات. ما كاينش. وزاره الثقافه ربما اضعف وزاره من الوزارات هي هذه تماما 0.19%. انت كتعرف لا اكثر من هذا. عندنا مواقع خاصه النقوش الصخريه في الجنوب وجنوب الشرقي اللي كان فيها كيلومترات ما بقى فيها والو، سرقت كلها. والدليل على ان المجموعه ديال المواد الاثريه كتخرج اعتقد هذه 3 سنوات. يمكن نخبرك هذه قصه غريبه، وان واحد ليستافيت دازت اسبانيا ودخلت لفرنسا، يمكن غتدخل لو تور دي سولي، وقفات سميتو الديوانه الفرنسيه غير كونترول دو روتين، وقفوها. عرفتي شحال لقاو عندها؟ 17500 قطعه اثريه من المغرب، اغلبها من المغرب. ومشاو مجموعه الباحثين المغاربه وداروا الاكسبيرتيز وردوا المواد ورجعوا هذيك المواد. ايوا ولكن غير الحظ، بمعنى يعني فقط صدفه. يعني صدفه. علاش هذا الشيء كله؟ لان اولا المناطق اللي فيها الاثار غير محميه بحال اللي قلتي، ما كاينش حراسه. ثانيا اي واحد بامكانه يمشي يقطع ويعطي ويبيع للسائح. ثالثا الديوانه لا يعنيها شيء التراث اطلاقا، لا يعنيها، بمعنى ما كاينش تكوين واش يفرقوا بين الصناعه التقليديه وبين مواد اثريه. يعني هذا مشكل. كيردوا البال فقط مسائل المخدرات وغيرها والممنوعات او على كل. المهم يعني الاثار ما كاينش، ما يمكنش يفهم بان. كنظن الوزير السابق راه كان وصلوا خبر ديال واحد ديناصور خرج من المغرب وكان كيتباع في العلن واستطاع يردوا. ديناصور تصور ديناصور كامل كان كيتباع
كيفاش خرج، وماشي هذاك هو الاول في الواقع اللي خرج. يعني حنا في علمنا كيفاش كيخرجوا يعني ماشي معقول. اذا خص هي خص امكانيات وخص تشارك ما بين الجماعات وما بين ما بين المهتمين بالطور، بالجمعيات والجماعات المحليه ووزاره الثقافه والمجتمع المدني خصو يساهم في هذا الشيء كله، والمواطن ويكون سياسه القرب، والمواطن يعرف شنو القيمه ديال داك الشيء اللي عنده، يعرف ان هذاك الشيء ديالو. الا ما كانش المواطن واعي اللي يحضر يمكن له يقطع ويعطي اللي بغى. دونك اذا كيبان بان هذه المواقع الاثريه وهذه الثروه اللي عندنا في هذا المجال خاصها اولا ميزانيات محترمه، ثم خاصها ايضا واحد الخطه او واحد الاستراتيجيه للحمايه ديالها والتعريف بها ايضا. للحمايه ديالها والتعريف بها وادخالها في اطار التنميه المستدامه. نعم. في اطار السياحه الثقافيه، في اطار السياحه الايكولوجيه، في اطار ما خصها تدخل دمج في واحد البرنامج معين، فهمتي؟ باش يستافدوا منها السكان وباش يعرفوا القيمه ديالها. الا ما كانش مردود السكان ما عندهم يديروا بها. خص المواطن يشعر ان هذاك راه ديالو، الا ما شعرش انها ديالو وان الا بقات غادي تجيب له غتجيب ممكن. ولكن باش يكون هذا الشعور هذا عند المواطن في الجهات لابد من يكون هناك تحسيس بوجود هذه المواقع، بمعنى مثلا يكون سياج او يكون البلايك ديالها او يكون شي حاجه هكذا. واخا دير سياج ودير البلايك راه كيدخلوا، ما يمكنلكش تمنعهم. حنا عندنا تجربه في هذا المجال في المواقع اللي كنحفروا. طبعا كنتصلوا بالسكان، كنعرفوهم شنو اهميه الموقع وكل شيء، وكنعرفوهم بالمنطقه اللي عايشين فيها، بحيث كنا في واحد الموقع كانوا من فصل الشتاء لفصل الشتاء ملي كطيح الشتاء كتبان بزاف ديال المسائل الاثريه، كياخذوا ما يسمى بالفأس الحجري المصقول، كيلقاو كيجيو الاجانب في فصل الربيع كيبيعوا له ب 100 درهم، كيبيعوه ب 100 درهم هذوك الناس، ولكن استطعنا نقنعوهم ما يبيعوش، ولكن الجماعه بدات كتشري من عندهم، حيت عندنا باش نديروا متحف الان في المحل فين كنا كنحفروا. ولكن المواطن غير يفهموا غير يوعيه، راه المواطن راه زعما. على ذكر المتاحف استاذ وهشي، عندنا متاحف ولكن كتبان انها فقيره في الوقت اللي واحد الماده كبيره اثريه كتسرب للخارج، كتلقى المتاحف ديالنا باقا خاويه تقريبا، وبما فيها المتحف ديال العاصمه. شوف استاذ، المتاحف اللي عندنا متاحف كلها اسست في هذه الحمايه الفرنسيه، وما كنظنش ضفنا لها بعض المسائل البسيطه. المتحف الاثري ديال الرباط في الواقع من اهم المتاحف، ولو انه متخصص في مناطق الحمايه الفرنسيه، خاصه وليلي والمواقع اللي كانت تحفرت على الحمايه الفرنسيه. ما كاينش اضافات؟ لا كاين اضافات بقايا بشري وكل شيء، ولكن عنده مخازن دير منها 2 المتاحف ولا 3. عنده مخازن ما معروضاش، ما يمكنش تعرض، خصها تدرس اولا، لانه وقع لي واحد الوقت ان مجموعه كانوا اجانب هما اللي كيسيروا لغايه 1963، هما اللي كانوا كيسيروا بمصلحه الاثار. بعد 63 غادروا وخلاو المخازن تما بدون. طبعا الان كاين مشروع الان فكاين بدينا فيه في الواقع في معهد الاثار، بداو كيوجهوا طلبه لتهيئ الميموار الكاتريماني الى اخره ولتهيئ دراسه، يمشيو للمتاحف يدرسوا دراسه علميه لذاك الشيء. وكاين متحف اخر كذلك من اهم المتاحف هو المتحف ديال تطوان، المتحف الاثري ديال تطوان، اللي هو كان فيه مستخرجات الاثريه ديال منطقه الحمايه الاسبانيه. عندنا متاحف ولكن مش حنا محتاجين للمتاحف الان، لان كاين الان مشروع ديال متحف كبير على كل كيقول كاين متحف كبير غادي ياخذ منطقه كبيره، يكون مع سميه على كل متحف ملكي خليك ديال الدار البيضاء ديال الرباط، كاين مشروع ديال متحف كبير، وراه كاين زعما اللي مكلفين به الان يولي اكبر في كل شيء الى اخره، معروضه اكثر. لا مواد موجوده، خص غير اللي اختارها ويلقيها، وخص مكان. وحنا هذاك المتحف عباره عن فيلا رومانيه قديمه بناوها الفرنسيين وخلاو تما صافي. ما كانش كان بينما متحف وطني خصو يكون متحف في المستوى، يعني كاين مشروع ديال متحف وطني في الرباط كاين، وكاين متاحف اخرى طبعا، ولكن متاحف ديال ما يسمى باثنوغرافيا اللي فيها الملابس وفيها الحلي والى اخره، سواء ديال البطحاء او دار السي سعيد او الى اخره. وكاين الان واحد القضيه خصك تعرفها، راه خرجت مؤسسه خاصه بالمتاحف، لا فونداسيون دي موزي، وراه تعين فيها واحد السيد ما بقيتش عاقل على سميتو، تعين فيها هو اللي مسؤول، هي اللي غتكلب بالمتاحف بالانفاس صعيدا. نعم. واش كتعتقدوا استاذ وهشي ان الجهويه الموسعه يمكن تعطي شي حاجه ايجابيه في هذا المجال اللي كنتكلموا فيه، هي المجال ديال التاريخ؟
مجال التاريخ والتراث والآثار، أعتقد ممكن على أساس أن الدولة تغير سياستها في هذا الباب هذا، يعني يرجع الاهتمام بالتراث والآثار وبالتاريخ. علاش؟ باش كل جهة يكون عندها واحد الأرضية مشتركة ما بين جميع السكان ديال الجهة. ممكن ولكن كيخص إمكانيات، خاص توفير الاعتمادات الضرورية. لا مجموعة البحث إلا ما كانش ما يمكنش يدير شي حاجة، ماشي غير الإمكانيات البحث والدراسة والتحليل وإلى آخره والتحقيق، هذه مسائل كلها كتجي من بعد، فهمتي؟ ثم التعريف بهذا كله لا، والنشر إلا ما كانش النشر راه ما كاين والو. الناس عاود ما عارفينش. شكرا أستاذ مصطفى وعشي، تنميرتنك. السيدات والسادة النظار الكرام، قبل ما نختموا الحلقة كنحيلكم على إصدارات جديدة نعرفوا بها. من بين الإصدارات الهامة كتاب دليل المبدعين بالأمازيغية، وهو من تأليف الأستاذ الباحث أحمد المنادي ومن منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. موضوع الكتاب أنه كيعرف بمجموعة هامة من الكتاب باللغة الأمازيغية في مختلف الأجناس الأدبية من شعر وقصة ورواية. من بين الإصدارات كذلك في مجال الإبداع الأدبي الأمازيغي رواية الجيجن نتيدي للروائي الأمازيغي محمد أكوناض. هكذا كنجيو لنهاية حلقة اليوم السيدات والسادة، وكنتمناو اللقاء بكم في حلقة قادمة. قبيل التاريخ أو في الكتابة بالطبع دخول العصور التاريخية. نعم. لدرجة أن أخيرا كانت واحد المحاضرة ألقاها واحد من المتخصصين في علم الأنثروبولوجي، في علم الباليونتولوجي، اللي هو إيف كوبانس، من أكبر المتخصصين، هذا مشهور على الصعيد العالمي، هو اللي اكتشف ليسي. فديك ليسي كتعرفي ليسي هي كانت واحد الوقت في 1972 كانت تسمى جدة البشر، تعود إلى 3 مليون سنة، هو من الناس المكتشفين ديالها في شرق إفريقيا. كان دار محاضرة أخير في أكاديمية المملكة. ماذا قال؟ قال بالحرف، أتذكر كلمه بالفرنسية ولكن سأترجم، أن واحد البقايا البشرية تلقات في جبل إيغود. فين كاين جبل إيغود؟ حدا أسفي. أن هذا جبل إيغود اللي هو ينتمي للإنسان العاقل العتيق والذي يعود إلى 170 ألف سنة قبل الميلاد، هو جد الإنسان العاقل في أوروبا وفي الشرق. هو اللي قال، بمعنى ان الانسان اللي غيتولد من بعد اللي هو الهومو سابينز اللي هو الانسان الحالي، اذا جده هو مغربي. ولكن هذا ما كاينش في المقررات الدراسيه لا ما كاينش، لا حتى لا علميا الان عاد غيتكتب هذا الشيء كله، لانه من الباحثين الكبار اللي كيهتموا بالبقايا البشريه في العالم كله بما فيهم المغرب. وكان جاء اخيرا كان عطى كان دار دراسه على جوج الجماجم كانت تلقات في الدار البيضاء، دار لهم دراسه وجا قدمهم جلاله الملك محمد السادس خلال يوليوس. واش ما كايناش علاقه ايضا بين هذا المشكل وبين الايديولوجيا السياسيه اللي تبنتها الدوله المغربيه من بعد الاستقلال؟ شيء طبيعي بعد ما دوز المرحله الكولونياليه. لا شيء طبيعي، استمر يعني في التوجه واكثر من هذا، حتى في التدريس، حتى في الكتب الدراسيه كان توجه معين الى المشرق، كل شيء في المشرق وبعد ذلك عاد المغرب. بمعنى لدرجه غنجيو بعد الكلام، لدرجه انه حتى السكان الامازيغ والسكان الاصليين اتوا من الشرق حسب النصوص، يعني نوع من المركزيه ديال المشرق تماما. اولا العروبيه وثم كذلك مركزيه الشرق. مساله الاصول هذه ديال السكان، يعني من بين النظريات اللي تروجت حتى داخل المدرسه المغربيه، وحنا لما كنا في المدرسه يعني قريناها، وهي نظريه الاصل اليماني او الشامي فلسطين على الخصوص كنعاني. يعني هذا ارجاع الانسان المغربي الى الاصل المشرقي الى اي مدى هي نظريه علميه؟ هو علميا غير صحيح كما قلت لكم، كما قلت سابقا،
أن إيف كوبانس قال أن جد الإنسان العاقل في العالم مغربي. إذا شكون فين الأصل؟ هذه من الناحية العلمية فين الأصل؟ إذا هما أصلهم من شمال أفريقيا. فاللي وقع أنه مع الأسف قبل الاكتشافات الأثرية كانت مجموعة من النصوص كتبت أعتقد في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري. الوثائق الأدبية، لا النصوص التاريخية اللي تكتبات، وكنعرف أنها تكتبت لأسباب معينة أنت كتعرفها أستاذ وحنا كنعرفوها، يعني توجه معين، نظرا كتبت في ظروف معينة، ونظرا لمقاومة الأمازيغية للفتح العربي، ماشي الفتح الإسلامي، للفتح العربي. لأن على كل الفتح الإسلامي شيء آخر، بالنسبة للإسلام دين كدين شيء آخر، ولكن الفتح العربي واعتقد تقصد المرحله الامويه تماما. المرحله الامويه كانت مرحله عنصريه بكل معنى الكلمه، كان فيها تفضيل ديال العنصر العربي على الاقوام الاخرى، وهذا ما ادى الى ان حتى سميتو اول ظهور عندنا احنا دول هنا، وثم كذلك ظهور او قيام الفرس بجانب العلويين او بجانب العباسيين، ما ادى الى سقوط الدوله الامويه نظرا لعنصريتها ولعصبيتها للعرب فقط. هذا معروف. فإن أغلبيتها كانت يعني بدأت تكتب في هذه المرحلة هذه على أساس محاولة ربط الأمازيغ بالمشرق واعتبارهم أبناء عمومة. كاينه الفكرة هذه ومازالت مطروحة، مازالت مطروحة. الآن كاين اللي كيقول المغاربة كيقول لك أنا راه أصلي من تهامة، أنا أصلي من تهامة، كنقول له تهامة وسيلة تهامة. لكن التنقيبات الأثرية والبقايا البشرية المستخرجة في شمال إفريقيا ككل أثبتت عكس ذلك تماما. لأن أقدم البقايا البشرية طبعا في المغرب على الخصوص ما بين مليون إلى يومنا هذا، لكن في الجزائر في عين حنش كاين الوسط اللي عاش فيه الإنسان وجدت أدواته ولكن لم يعثر لحد الآن على بقايا، ولكن تعود إلى 1,800,000 سنة، بمعنى كان أن البشر موجود خلال 1,800,000 سنة، مما يعني أن شمال إفريقيا كانت مأهولة منذ أكثر من 2 سنة. هل ينفي هذا وجود هجرات؟ لا، هذا لا ينفي، لأن الهجرات كانت موجودة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، يعني في كل الاتجاهات. والذي يؤكد هذه الهجرات أنه خلال الألف الرابع قبل الميلاد، في أعتقد من النصوص الأولى للهيروغليفية 3300 هناك حديث عن محاولة هجوم للأمازيغ على دلتا نهر النيل 3300، بمعنى كاين هجرات من الغرب إلى الشرق أكثر من الشرق إلى الغرب. وتقريبا ملي كتراجع التاريخ ديال الفراعنة ما كاينش شي فرعون اللي ما حاربش الأمازيغ، كان كيسميهم تموحو تيحنو ليبو إلى آخره، ما كاينش اللي ما حاربهمش لغاية الأسرة 21 اللي تقريبا ماشي الأسرة 22 ديال شيشونق، لكن الأسرة 21 كذلك تأكد أن أسرة أمازيغية حكمت مصر. إذن في 1100 قبل الميلاد، إذن 1100 قبل الميلاد، ثم 1000 جا شيشونق إلى آخره، هذه كلها أسر أمازيغية حكمت مصر، وسنجد كذلك أسرة 26 أسرة 27 فيما بعد. بمعنى إذن كانت هجرات من الغرب إلى الشرق كما كانت هجرات من الشرق إلى الغرب. من ضمن هذه الهجرات طبعا ممكن نتحدث عن الفينيقيين الذين نزلوا بالشواطئ المغربية أو الشواطئ المغربية ثم قرطاج إلى آخره، ولكن يبدو أن الفينيقيين كانوا تجار بالدرجة الأولى، وكانوا المغاربة وسطاء لماذا؟ لجلب المعادن من المناطق ديال الصحراء. إذن هذا معناه أنه في مسألة الأصول هذه ما يمكنش لنا نقولوا أن سكان المغرب هم من أصل معين واحد. المؤكد أن الهجرات غتصنع يعني أصول متعددة. أستاذ حتى بالنسبة للأندلس داروا الأديان واتضح أن أكثر من 90% أصلهم أمازيغي. الأديان ديال سكان شمال أفريقيا، ديال سكان ديال الأندلسيين طبعا، يعني أن الأديان ديال سكان الأندلس هي أديان ديال سكان شمال أفريقيا. ربما هذا يفسر واحد القضية، ربما الناس كيتكلموا على طريق بن زياد لا يفهمون أن الهجرات كذلك من المغرب إلى الأندلس كانت قبل مجيء طريق بن زياد، وهناك نصوص رومانية، نصوص لاتينية تتحدث عن هذه الهجومات على البيتيك في 177 ميلادية، تؤكد هذه الهجومات. بمعنى إذا كان هناك أمازيغ قبل عبور لسكان عبور باستمرار. وكاين أستاذ بوزوغار اللي هو أستاذ ما قبل التاريخ أشار إلى وجود حضارات مغربية في إسبانيا، يعني أدوات حجرية مغربية مغربية أصيلة موجودة في إسبانيا، بمعنى كاين انتقال دائم من الجنوب إلى الشمال. نعم.
فهذا غادي يعطينا ايضا امكانيه ديال ننظروا في مساله ديال الحضاره ديال شمال افريقيا. يعني باي معنى هي حضاره امازيغيه؟ طبعا النظر كاين العنصر الثقافي بالدرجه الاولى، كان هو خاصه كان هضرا على ما لا اقول ما قبل التاريخ، قبل دخول الاسلام، هي حضاره امازيغيه صرفه، رغم وجود الاحتلالات. ويمكنش تكلموا على الاحتلال مثلا الفينيقيين انه احتلال، كان الفينيقيين اعتقد الفينيقيين والبونيين كان هناك تبادل، كان تبادل تجاري، بحيث اللكسوس كانت موجوده قبل مجيء الفينيقيين، شله الحاليه كانت موجوده قبل مجيء الفينيقيين، إن كانوا يتعاملون مع السكان، بما يعني ان اذا كاين كذلك حتى الاحتلال الروماني. الاحتلال الروماني كتعرفوا في المغرب كان مثلث فقط، يعني من طنجه الى وليلي الى سلا، شله الحاليه. اما باقي المناطق كانت مستقله. بل اسماء أزل في اللون. السيدات والسادة النظارة الأعزاء، كنرحبوا بكم في حلقة اليوم من برنامج شؤون أمازيغية. هذه الحلقة ديال اليوم غيكون الموضوع ديالها هو التاريخ، تاريخ المغرب بقضاياه وأسئلته وإشكاليته الكبرى. غادي نتناولها مع واحد من الباحثين المعروفين في التاريخ القديم بالمغرب اللي هو الأستاذ مصطفى وعشي. قبل ما نخوضوا النقاش مع الأستاذ وعشي كنحيلكم على الروبورتاج. ظلت الأمازيغية على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، رغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة. بل بقات الأمازيغية متواجدة بتفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. عندما نتحدث عن التاريخ القديم المغربي، وبالخصوص في كل ما يتعلق بتواجد الأمازيغي، نجد أن هناك إغفال لتواجد الأمازيغي، وكأن المغرب هو مجرد بقعة تداولتها كثير من الحضارات ولا نتحدث عن الساكنة المحلية. هل فعلا تاريخ المغرب القديم يبدأ مع التواجد الفينيقي؟ وهل يبدأ كذلك مع التواجد البونيقي والتواجد الروماني؟ هذه الحضارات التي غزت المغرب وجدت ساكنة في المغرب وتفاعلت معها وتبادلت معها مواد متعددة. إذن كانت هناك ساكنة. لماذا تم إغفالها وتغييبها من التاريخ المغربي؟ هل المسألة مسألة سياسية أم مسألة ناتجة عن الأجنبي؟ تعتبر تاريخ المغرب وحضارته ضاربة في القدم. خلال فترات ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا تعاقبت عدة حضارات أمازيغية، منها الحضارة الأشولية، المستيرية، العسيرية، الموريتانية الطنجية، وأخيرا الحضارات الإسلامية بالمغرب. ينبغي أن نعيد كتابة التاريخ المغربي بطبيعة الحال للتعرف على طبيعة الحضارة وطبيعة الثقافة التي كانت موجودة في عصور قديمة جدا، إلا أنه ينبغي أن نعيد كتابة هذا التاريخ بطبيعة الحال طبقا للقواعد العلمية، واعتمادا بطبيعة الحال على الوثائق الأركيولوجية والوثائق التاريخية الصحيحة. تيبقى التفكير في إعادة النظر في تاريخ المغرب وإيجاد قراءة جديدة اللي عليها غيمكن يتنور كل صفحاته على ضوء الإنصاف والترسيم، واللي دعا عليه الدستور الجديد بكل قوة. الأستاذ مصطفى وعشي، كيتقال عادة بأنه التاريخ ديال الأمم والشعوب عليه كيتبنى الوعي بالذات الحضارية، وبالتالي هذا الوعي هذا هو اللي كيكون الأساس ديال الإبداع والأساس ديال الإنتاج ديال واحد الأمة أو واحد الشعب من الشعوب.
فكيتقال أيضا بأن المغاربة عندهم ضعف في المعرفة بالتاريخ ديالهم، أو أنهم كيعرفوا الأجنبي أكثر. إلى ماذا يرجع ذلك؟ بالفعل التاريخ هو عبارة عن حوار بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأن علم التاريخ يرتبط بالإنسان. وهناك إمارة، كتعرف كنظن كاين واحد الكتاب كان خرج، إمارة كانت تتفاوض مع الرومان، وعقدت معها أكثر من 15 معاهدة سلام خلال التواجد الروماني بالمغرب. بمعنى كانت موجودة إمارة معينة، كانت موجودة دولة معينة، توقع اتفاقيات. نعم. كان أحيانا يسمى الملك وأحيانا أخو الملك إلى آخره. إذن كاين ماشي، إذن رغم وجود الاحتلال الروماني مع ذلك كان هنالك نظام معين موجود في المغرب. هذه المعطيات حول هذا النظام الأمازيغي المغربي اللي مجهول عند الأغلبية، فين كاين المصادر ديالو بالدرجة الأولى؟ لا، هي كاين المصادر إما وثائق أثرية بالدرجة الأولى، اما الوثائق الشفويه، وكاين بعض النصوص الشفويه، ولكن بعض النصوص الكلاسيكيه على الخصوص. كنهضر بالنسبه للقديم وبالنسبه لما قبل التاريخ. بالنسبه لما قبل التاريخ الوثائق الاثريه موجوده، وكتاكد الان هذا الاسهام الحضاري ديال الامازيغ في تاريخ الانسانيه. واش ماشي كاين هناك تقصير من جانبنا ايضا في الترجمه بالنسبه لما هو متضمن في النصوص اللاتينيه واليونانيه، ربما بسبب عدم المعرفه بهذه اللغات القديمه؟ لا، هي مترجمة في الواقع، مترجمة، ولكن ما لا يستعملها مؤرخون مع الأسف، لأنهم مؤرخون الذين يكتبون تاريخ المغرب، الذين يكتبون كتاب مدرسي بالدرجة الأولى لا علاقة لهم بالتاريخ، مع كامل الأسف. إذ هم مجموعة من الناس، كتعرفوا أن كاين صفقات لكتابة الكتاب المدرسي الآن، كاين مجموعة من الناس، مجموعة المؤلفين ومؤلفين في الغالب كيشكلوا لجان مع دور ديال الطبع، وهذا هو المشكل. إذ بحيث هذو لا علاقة لهم لا بالجامعة ولا بالأبحاث الجامعية ولا بالأبحاث الأثرية. لا، هما غادي يكونوا مدرسين الفلسفة ديال لا، هما في الغالب غيكونوا مدرسين ديال التاريخ ومفتشين ديال التاريخ. إذا عندهم علاقة بالمادة. واخا عندهم علاقة بالمادة، هو المشكل ديالهم عندهم علاقة بالمادة، بقاو المادة اللي كيعرفوا من يقراو أو نقراوها فقط، إلا لم يتغير شيء من هذه المادات. أنا خداو المادة انطلاقا من واحد التصور إيديولوجي اللي تماما، اللي هو كان كيحكم المدرسة المغربية من 56 إلى يومنا هذا، مع كامل الأسف. ما طورش بالبحث، رغم أنت كتعرف هذا الشيء يا أستاذ، رغم أن الدول اللي كانت دارت في أكادير حول تدريس تاريخ المغرب وحضارته، واللي خرجت مجموعة ديال التوصيات حول التعامل أو إعادة النظر. الدول اللي نظمها مع الملكي الثقافة الأمازيغية، وكانت ندوة ناجحة بحيث شارك فيها جميع الأساتذة ديال التاريخ والاجتماع، عدد كبير يعني من الثانوي ومن الإعدادي ومن العالي، كلهم يطرحوا المشاكل اللي موجودة، ومن هذه المشاكل اللي هضرنا عليها الآن. وكان المفروض يعني من التوصيات أن هاد الناس اللي كيألفوا يكون عندهم 2 أو 3 من الناس المتخصصين في التاريخ على حسب الفترة الزمنية. في القديم يكون عندهم القديم من الكلية أو من معهد الآثار، ونفس الشيء بالنسبة للوسيط إلى آخره هكذا. لكن مع الأسف هذه التوصيات لم تخرج إلى الوجود، وما زال الحال على ما هو عليه. واكثر من هذا، كل سنه نجد انه الان كيهتموا باشياء اخرى اكثر من كتلقى المغرب بينما درس التاريخ واش المفروض عليها، واش المفروض يكون فيها استاذ؟ المفروض عليه يكون ينطلق من المحلي تماما الى الاقليمي الى الجهوي ثم الى الوطني ثم العالم. حنا وقع لنا العكس في دروسنا ديال التاريخ، ينطلقون دائما من العام من العام ثم الجهوي، جايب مجموعه ديال الدول، واحيانا يشيرون الى المغرب كذا كذا. هذا هو المشكل. اذا خص المفهوم ديال تدريس التاريخ يتغير بصوره عامه. يعني كتقصدوا انه خصنا ننطلقوا من التاريخ الاجتماعي المحلي، التاريخ الاجتماعي الاقتصادي تماما، التاريخ الوطني تماما. والا ما كانش هادشي ما يمكنش الانسان اي مغربي لان المشكل ديال التاريخ لما كندرسوا بهذه الطريقه هذه شنو كنشعروا التلميذ، كنشعروا المتلقي بان بلاده لم تعطي شيئا، ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش حضاره. هذا هو المشكل، وكيشعر بالنقص، عليه واحد المركب ديال النقص. وبينما كنفخوا في نابليون ونفخوا في غيره، ومع الاسف بلاده ما كنتكلموش. بينما عندنا تاريخنا يجري وراءه عبر مختلف العصور، ومن المفروض ان التاريخ اللي هو كيمثل الذاكره الجماعيه للمجتمع
المفروض أن جميع المغاربة يكون عندهم علم بهذه الذاكرة هذه. لكن مع الأسف، مع كامل الأسف، أن هذا التاريخ لا يعرفه إلا القلة القليلة، أي النخبة، خاصة الآن النخبة الموجودة لا أقول في الجامعات فقط، ولكن النخبة الباحثين ورجال الآثار فقط. ومع الأسف هذه المعلومات الجديدة لا تصل إلى المواطن ولا إلى الناس. فربما من الأسباب، أعتقد أنا من الأسباب أولا هناك توجه معين في التدريس، يعني بالنسبة للكتب الدراسية، يعني تتحدث خاصة كتب التاريخ تتحدث عن كل شيء إلا عن المغرب، أو عندما تشير المغرب تشير بطريقة توحي للمتلقي كأن هذا البلد لم يعطي شيئا. وكاين كذلك حتى هذا النقص ربما راجع إلى نظرة كان في الواقع فكرة طرحها المستعمر، سواء المستعمر الفرنسي أو المستعمر الإسباني، على أن الأمازيغ أو سكان المغرب أو المغاربة لم يعطوا أي شيء خلال مختلف المراحل، وأن الآثار البارزة إما رومانيا وإما برتغاليا. ولهذا عندما نتنقل في أي منطقة من المناطق وتوجد قلعة أو آثار إما برتقيزية وإما أرومي، هذا هو المشكل. فإذا طرحت هذه الفكرة وظلت موجودة لي إلى يومنا هذا، لدرجة أن مثلا لأن كما تعرف أستاذ أنا كان عملت تحريات أثرية، لما تسأل شخص مثلا في داخل مثلا في مرموشة، في مزار مرموشة ما إلا غير كيقول لك هذه راها كاين واحد الآثار برتقيزية برتغالية. يعني دائما الإنسان داخل في دينه إما الرومان وإما البرتقيز، بمعنى دائما الأجنبي هو اللي تماما. وهذا الموضوع كذلك، هذا المشكل، هذه الإشكالية فرضت خلال التنقيبات الأثرية التي أجريت خلال فترة الحماية الفرنسية والإسبانية، لدرجة أنه لما يجدون أي آثار خاصة في الفخار ماذا يقولون؟ هذا فخار بوني فينيقي، رغم أن هذا الفخار لا وجود له لا في قرطاجة ولا في فينيقيا، ومع ذلك نسيبونه إلى. وكذلك يعني نعطيكم مثال ديال واحد يعني محاولة، لا أقول استنزاف ولا محاولة إزالة أي شيء للتاريخ المغرب. لما اكتشفت بقايا واحد الشخص، بقايا ماشي بقايا، في الواقع موقع كبير ديال تافوغالت فيه موجود حدا بركان هو تزقزل، سميتو مغارة الحمام تافوغالت، وكان نقب فيه القس روش، ووجد في الواقع ماشي ولات القسمية، على كل الفرنسيين لا اطلقوا التسمية، وجدوا فيه بقايا بشرية 200. لا أنا جاي داك شنو نشرح لك. وجدوا فيه أكثر من 200 هيكل. كيف الواقع وجدت هذه الحضارة اللي هي حضارة يعني مورية، أي حضارة شمال إفريقيا، وجدت في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. نعم. وسموها ما سموها الإنسان الإيبيرو موروزي، أي الحضارة الإيبيرو، بمعنى أن الأصل في إيبيريا ومن بعد انتقل إلى موروزيا إلى موريتانيا. لكن خلال السنوات الستينات والسبعينات تأكدنا أنه لا وجود لهذا الإنسان ولا لهذه الحضارة في إيبيريا. مع ذلك في التسمية ظلت موجودة، حقا أن نسميه الآن بالإيبيرو مغربية. دونك التسميات حتى ديال المواقع، التسميات ديال المواقع والمحاضرات كيسميوها اسميات أجنبية، ترجع إلى الأجانب. لذلك قلت لك ملي كنقول لك رومانيا وبرتقيزيا هو ردوا إيبيري. بينما الآن كتأكد أشياء أخرى يا أستاذ، خاصة خلال التنقيبات الأخيرة من الثمانينيات إلى الآن، تأكدت أشياء كثيرة جدا تشير إلى أن هذا البلد أعطى ليس فقط للمغرب ولكن للحضارة الإنسانية، سواء في البقايا البشرية أو حضارات ما قبل التاريخ أو حضارات ديال العصر الحجري الحديث أو حضارات عصر